هبطت في بريطانيا واللي انقذ الموقف هو شخص جزائري. واليوم نفهمكم اكثر، بصح قبل ما نبداو ما تنسوش تخليونا متابعه باش كل يوم تلحقكم معلومه جديده. الحكايه كامل بدات السمانه اللي فاتت وين كانوا الناس راكبين في قطار متجه نحو العاصمه البريطانيه، وهذا القطار كي كان بعيد 200 كيلومتر على العاصمه ناض واحد الشخص وبدا يطعن في الناس بالسكين بطريقه مفاجئه وعشوائيه. الناس ما فهموا والو وضرب 11 شخص بالسكين، وبطبيعه الحال القطار راهو يمشي، الناس ما كاش وين يهربوا، ما كاش كيفاش يهربوا، تسمى اللي تقاس واللي قدر يهرب بالمكان اخر قدر يهرب. في وسط هذا الموقف كامل كان كاين شخص اللي كان يخدم داخل القطار. هذا الشخص وقف في وجه هذا المجرم وسيا يحمي الناس اللي كانوا قدامه باش يخليهم ما ينقاسوش بالسكين تاعو، وعلى حسب واش قالوا بلي السكين اللي كان يضرب به الناس عباره على سكين كبير، باش يحمي الناس تقاس هو. والحادثه دارت حاله في بريطانيا، والشرطه بدات دير تحقيقات لانه كانت حسبتها انها عمل ارهابي، لكن بعد التحقيقات لقاو انه المجرم عباره على شخص بريطاني في عمره 32 سنه وخاطي، ماشي كامل عمل ارهابي. لكن في القصه كامل ظهر بطل ولا كما قالوا هما هيرو. هذا الشخص اسمه سمير زيتوني، يعني حسب واش قالوا الناس اللي كانوا في القطار انه عاونهم وسيا يسلكهم وتعرض بنفسه للطعنات باش هما يسلكوا ولو يشوفوه على انه بطل تاع امه، ودوكا راهو متواجد في المستشفى بسبب الطعنات اللي تعرض لها. وعلى حساب الهضره اللي راهي كدور انه هذا الشخص في عمره 48 سنه وجزائري عربي مسلم. هذا الاسم سمير زيتوني راهو داير حاله في مواقع التواصل والاخبار البريطانيه وراهو كترند اليوم، وعلى حسب واش قالوا كيما قلت لكم يمكن انه يكون هذا الشخص جزائري. المهم كان هذا هو الخبر تاع اليوم، ما تنسوش تخليوا لي رايكم، ودوكا ما قعد لي غير نقول لكم تشاو.